الفل عليكم رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. جبت لكم فيديو جديد، والفيديو ده يا صاحبي ان شاء الله اقول لك على كل الاحداث اللي نزلت معانا النهارده بعد الصيانه. واخيرا اللعبه فتحت وعمليه تسجيل دخول جديده بحمله جديده وفيها عقود اختيار. ومن اولها كده رجاله عقود اختيار في اول يوم، والحمله دي فيها زي ما انت شايف 100 كوينز وكمان عقد اختيار تاني. نخش نكمل بقيه الهدايا والباكجات ونبدا كده بكل الباكجات اللي نزلت معانا النهارده. وان شاء الله اقول لك ازاي تجمع كل مهمات الحمله وتخلصها في اقل من دقيقتين. زي ما انتم شايفين الباكج اللي قدامك ده باكج شوت تايم فيه 3 لعيبه: دبل بوستر رايس، رافائيل لياو، وعندك المدافع بورن. افضلهم طبعا رافائيل لياو وسبيد اكسلريشن، وبرضه مركز دي ام اف النجم رايس. وبقيه الباكج زي ما انت شايف كده رجاله في كام لاعب هايلايت ولعيبه بيزك ملهاش ريحه اللازمه. وان شاء الله رجاله زي ما قلت لكم من خلال الفيديو ده هنختار واحد نشحن له اي حزمه يختارها من خلال الفيديو ده ومن خلال الفيديو اللي فات. يعني الفيديو الجاي هنعلن على اسماء 2 فائزين، واحد من كومنتات الفيديو ده واحد من كومنتات الفيديو اللي فات. كل اللي عليك تنزل تخبط لايك جميل، تكتب كومنت حلو وادعي فيه لاخواتنا فلسطين. وزي ما انت شايف نجوم الشهر في الدوري الياباني في لعيبه دبل بوستر وفي لعيبه هايلايت. وانا شايف ان الباكج ده ملوش ريحه اللازمه معانا. نخش بقى على باك نجوم الاسبوع، وزي ما قلت لكم يا رجاله بالظبط في التسريب قلت لك على باركولا والمدافع تشيلسي وكمان جواو فيليكس وكمان لاعب يوفنتوس وجوندوان وديالو ومكتوماني، وعندك ترن ده بتاع ارسنال. لكن يا صاحبي افضل لاعب في الباكج وهو باركولا. النسخه اللي قدامك دي سبيد 91، اكسلريشن 91، لسه هتحط في التشكيله هيزيد، وكيكنج بار 83. والاحلى واحلى انه بيلعب في اكتر مركز: ار دبل اف، ال دبل اف، وكمان سي اف. في معانا بعد كده المدافع ده، تعال نبص كده على طاقاته على السريع. بيلعب برضه باك ليفت، طاقاته الدفاعيه لحد ما شغال. بس بصراحه مش افضل حاجه، مش هقعد اقول لك ده افضل مدافع في اللعبه وافضل مدافع في الباكج. على الله حكايته. جوا فيليكس الله، ال دبل اف وال ام اف وسي ام اف واي ام اف وكمان يا صاحبي سي اف. طاقته متكامله مع بعضها زي ما انت شايف، ما هيش برضو اقوى حاجه لكن متكامله، يعني تقدر تستفاد منه من خلال الايفنتات. واحنا بننزل لك ايفنتات الدوري الايطالي كتير، فده هيفيدك في الايفنتات لانه بيلعب في اي سي ميلان. خش بعد كده معانا برضو لوكاتيلي زي ما انت شايف، مركز دي ام اف. طاقاته برضو يعني مش حلوه برضو يا رجاله. الباكج والله ما فيش حد قوي غير باركولا زي ما انت قلت. تعال نبص على جندوان كده يمكن يكون ده يعني كويس. برضو جندوجان طاقاته لحد ما شغال، مش كويس برضو. ده بوستر في ديالو تبع مانشستر يونايتد. الراجل ده سريع اكسلريشن، بيلعب سي ام اف وار ام اف وكمان ار دبل اف. وطاقاته الهجوميه زي ما انت شايف كده متوسطه: سبيد 88، اكسلريشن 90، كيكنج بار 84، 87 قوه تحمل لحد ما شغال. مكتوماني النسخه دي احنا منتظرينها زي ما انت شايف، سبيد 81. وللاسف طاقاته برضو مش كويسه. مش هقعد اضحك عليك يا صاحبي اقول لك لاعب اسطوري وطاقاته 100 100. للاسف زي ما انت شايف مكتوماني النسخه دي ما هيش حلوه بصراحه. نخش بعد كده في لعيبه تانية تقدر تستفاد منها. للاسف الرجاله بقيه اللعيبه دي اي كلام. لي في الماكس 91 92، يعني تحطه في التشكيله هتلاقيه 96، وطاقاته هتلاقيها تعبانه خالص. فمن الاخر كده كل اللعيبه دي على الله حكايتها، مفيش غير باركولا هو ده اللعيب اللي تقدر تستفاد منه، وخصوصا انه ماهوش بوستر كمان. نكمل بقى بقيه الباكجات. كل الباكجات دي مستمره معانا من الاسابيع القادمه. وخش بقى على التقيل يا صاحبي، وحارس دبل بوستر مجانا بعد اختيار. كونامي كده اتطورت يا جدعان، يعني مره يدونا لاعب ايبك دبل بوستر مجانا بعد اختيار، والنهارده يا صاحبي تقدر تستلم حارس من الاربعه اللي قدامك دول بعد اختيار برضه. هقول لك ازاي تجمع كل مهمات الحمله وتستلم عقد الاختيار في اسرع وقت. بس نصيحه يا صاحبي، ما تحاولش تتسرع وتجيب اي حارس من الحراس اللي قدامك دول. تأنى كده وتحلى بالصبر عشان تاخد حاجه نظيفه. ان شاء الله الفيديو اللي جاي ممكن بعد ساعه بعد ساعتين اقول لك على افضل حارس تجيبه من الاربعه اللي قدامك دول. وكمان باكج منتخبات في عقد اختيار، تقدر تستلم اي لاعب من اللعيبه اللي قدامك دي بعقد اختيار. تقريبا هم 5 عقود اختيار، يعني تقدر تستلم 5 من دول. تعال اقول لك على افضل 5 ممكن تجيبهم من اللعيبه اللي قدامك دي. في عندك بالمر كويس، في عندك ساكا، وفي كمان النجم هاري كين. ده بالنسبه لباكج انجلترا. اما باكج البرتغال عندك دياز طبعا نسخه اسطوريه، وفي عندك كريستيانو رونالدو وفيتينها برضو لحد ما، وفي كمان برناردو سيلفا. يعني من الاخر هات برناردو سيلفا ودياز وكريستيانو رونالدو كده 3 لعيبه، وتجيب من باكج انجلترا بالمر وساكا. يبقى انت كده جبت يا صاحبي ال5 لعيبه ب5 عقود اختيار. ورونالدو زي ما انت شايف جول بوشر، ار دبل اف، ال دبل اف، وار ام اف، ال ام اف، اس اس، وسي اف. ويا رب بس يا رجاله النسخه دي تبقى اسطوريه مش زي بقيه النسخ اللي بتنزل لكريستيانو رونالدو. ده بعد اختيار فاكيد هتبقى طاقته اي كلام، لكن هنبقى نجربه ان شاء الله. نحاول نقفله في الماكس، ودلوقتي مش هنقدر نستلمه الا ما نروح نجيب عقد الاختيار اللي استلمناه من عمليات تسجيل الدخول من خلال الانبوكس. وبعد ما استلمت عقد الاختيار تقدر تروح تجيب اي لاعب من باكج المنتخبات. تعالى بس نخش
نخش على مهمات الحملة اللي هي نزلت معانا النهاردة عشان اقول لك ازاي تخلصها في اسرع وقت وتروح تستلم حارس دبل بوستر شو تايم مجانا بعد اختيار برضو زي ما انت شايف اهو. لازم تخلص 10 مهمات من خلال مهمات الحملة اللي قدامك دي، والطريقة سهلة جدا يا ابو الصحاب. كل اللي عليك تابعني وانزل اخبط اللايك الاول واشترك في القناة وفعل الجرس عشان انا جايب لك الخلاصة عشان تستلم عقد الاختيار ده. ومش بس كده، ده في عقود اختيار زي ما انت شايف خاصة بباكج المنتخبات اللي لسه موريهولك، اللي في كريستيانو وفي ساكا وفي هاري كين. هقول لك برضو ازاي تجمع كل العقود دي. كل اللي عليك يا صاحبي انك هتضغط باك من خلال مهمات الحمله، هتلاقي في قدامك سكيل اب اللي على صوره ميسي. دي يا صاحبي الخلاصه، تخش تلعب في اخر حاجه اللي هي حدث الهدف الذهبي. ودي بقى يا صاحبي انت وشطارتك، كل ما تخش تسجل هدف المباراه بتنتهي وبتتحسب مباراه وبتحسب مهمه من مهمات الحمله. فاحنا نخش يا صاحبي نلعب على السريع من خلال الحدث ده. ويلا يا عم زوبوزلاي واديها واحده بقى بليتز. يا عم البليتس بتاعك ما كانش شغال الا 24 ساعه بس ولا ايه؟ والله يا جدعان انا حاسس ان كونامي كانت كاتبه على الباكج 24 ساعه، يعني البليتس بتاعه نفسه مش شغال غير ال 24 ساعه وبعد كده هينتهي. انا مش عارف، تعبت مع زوبوزلاي تاني في العارضه. يخرب بيت امك، انت كلهم مستقصدان على الصبح شكلك كده. المهم يا رجاله دخلنا سجلنا الهدف وبكده صاحبي مهمه من المهمات خلصت في اقل من دقيقه. تعالوا بينا ندخل على مهمات الحمله كده ونشوف يا رجاله. بالفعل اهو استلمنا او خلصنا مهمه من مهمات الحمله 1/10. فانت خش العب يا صاحبي على قد ما تقدر تخلص المهمات دي في اقل من 5 دقايق، وما تستعجلش وتروح تجيب اي حارس، لان اكيد هو حارس واحد اللي هتقدر تستفاد منه من الاربع حراس. ان شاء الله زي ما قلت لك الفيديو اللي جاي هقول لك افضل حارس في الاربع حراس اللي قدامك دول. في معانا بقى ايه مهمات الحمله، في عقود اختيار زي ما قلت لك ناشونال تيمز على باكج المنتخبات اللي في كريستيانو وهاري كين وساكا، وفي 100 كوينز من خلال عمليات تسجيل الدخول، و100 كوينز تانية من خلال مهمات الحمله، وفي سبيشال ترينر وسكيل تريننج بروجرام زي ما انتم شايفين. دي كل مهمات الحمله يا رجاله. يعني ما تتسرعش زي ما قلت لك المره المليون، هقعد اقول لك ما تتسرعش وتروح تجيب اي حارس وتفرح. انا ان شاء الله اعمل لك فيديو شرح الاربع حراس، وكمان هنجيب اللعيبه اللي احنا محتاجينها من الباكج ده، واقول لك على افضل لعيبه في الباكج ده برضه. فانت انتظر الفيديو القادم يا صاحبي، وهنعلن فيه عن اسماء الاتنين فائزين اللي فازوا معانا من خلال الفيديو ده والفيديو اللي فات. كل اللي عليك لايك جميل، كومنت حلو، تدعي فيه لاخواتنا فلسطين. ندخل بقى على الايفنتات، والايفنتات ده يا صاحبي فيه هدايا مخفيه كوينز هقول لك عليها دلوقتي. زي ما انت شايف اول ايفنت اللي قدامك ده بتخش تقريبا ده بتاع ال 50 كويز ولا يا رجاله، بتختار اي منتخب من المنتخبات دي. وده للاسف مش ده اللي فيه 50 كوينز، ده فيه شويه مهارات تدرب على المركز وحاجات زي كده. نخش على الايفنت اللي بعده، هو ده رجاله اللي فيه ال 50 كوينز، ودي اللي بتنزل لنا كل اسبوع يا رجاله. في 50 كوينز تانية في ايفنتات الاوف لاين. اول مره نشوف ايفنتات الاوف لاين فيها كوينز. كل اللي عليك بتدخل على اول ايفنت اللي هو قدامك ده، وزي ما انت شايف فيه 50 كوينز يا صاحبي. ما تضيعش الفرصه دي من ايدك، كوينز شحح في السوق.